ايوا انا ظنيتك مولاي الحسن ابن جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وفينها الكاميرا؟ حفظه الله ورعاه. اذا سي سعد الدين، كيف حوال خوتنا في المملكه المغربيه؟ والحمد لله، الحمد لله. كياكلوا مزيان، كيشربوا مزيان، وكينعسوا مزيان. نحمد المولى عز وجل على ديك الساعه. سمعنا بلي خوتنا في المملكه راهم غضبانين بزاف، والاحرار ما عجبهمش صفقه التطبيع. لا لا، ايوا علاش يغضبوا؟ حيت هاد الشيء من زمان هو معروف انه المملكه كتتعاون مع دولة اسرائيل. قاصد الكيان الصهيوني. عباد الله، القدس لنا. القدس لكم، ولكن طبعتم مع الصهاينه. انا قلت لك داك الشيء اللي صار ما يتسماش تطبيع، وكيتسمى تتبيع السي بلال، فهمتيني؟ وحنا كنتبعوا اش كيقولوا الامراء والمماليك. حنا كيقولوا لنا طبعوا وكنطبعوا، كيقولوا لنا سيروا صافي وكنسيروا صافي. يعني التطبيع ماشي تطبيع. داك الشيء من زمان كنتعاملوا معاهم. سي سعد الدين، ممكن قبل كان تحت الطابله، ولكن الان فوق الطابله. ايوا دابا فهمتي هاد الشيء اللي كنقصد. الان خرجتوها عيناني يعني. اذا سي سعد الدين، انت والحزب نتاعك صرحت قبل 3 شهور انكم ضد فكره التطبيع، ووصفت التطبيع بالخيانه. احنا ضد التطبيع، احنا ضد التطبيع. القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا. اجلس سي سعد الدين، ولكن طبعته في النهايه. قالوا السي بلال داك الشيء ما يسماش تطبيع. واش من الفائده تاع التطبيع سي سعد الدين؟ ايوا هذا هو السؤال اللي كنت نحوس عليه. وفيها فايده مزيانه من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاقتصاديه، ومن الناحيه الامنيه، وفيها بزاف ديال الحوايج. ولكن الشعب الفلسطيني وين راهو هنا في قضيه التطبيع؟ انتم تستفادوا، ولكن الشعب راه يتقتل. واسمعني مزيان مزيان، مستحيل نتخلاو على الشعب، ومستحيل نتخلاو ولا نتغيروا على الشعب الفلسطيني. كنواصلوا وكنرسلوا لهم الادويه، وكنرسلوا لهم الاطباء المختصين في الجراحه. ايوا كنرسلوا لهم الاطباء المختصين باش يداووهم ويتكفلوا بهم من القصف الصهيوني. اللي طبعتوا معاه. ايوا واش شفتي انا كنحكي معاه ويقول لي طبعتوا معاه؟ ولا يتسماش تطبيع. والقدس لنا عباد الله. اذا قبل ايام كنت صرحت قلت باللي الصحراء الغربيه احسن لكم واقرب على القدس او على فلسطين. ايوا الصحراء، واسمعني مزيان، الصحراء قريبه وسهله باش نحتلوها. وبغيتيني نروح حتى لفلسطين باش نحتل في الصحراء؟ هكا ما يمكنش السي بلال. ولكن سي سعد الدين، انتم كحزب الاخوان في المغرب قراب لحماس مثلا في فلسطين وفي غزه، كيفاش درتوا عليهم يعني بهذه الطريقه؟ فينو جلاله الملك حفظه الله ورعاه. ووري لي وين راهي الكاميرا بنعمل له شي ديديكاس مع الفنانه ديالنا. حفظه الله، حفظه الله ورعاه. منيا حبيتي تقولي حاجه؟ يديرها وحده ديديكاس تاعو، ما تخش معاه، يخش معايا ديجا كاع. الجزائر معروفه ضد التطبيع، يعني مش ممكن. انت كنت صرحت انه الجزائر هي اللي دفعتنا للتطبيع، مش ممكن انه الجزائر هي ضد التطبيع وتدفعكم للتطبيع. دابا فهمت اش هو سبة التطبيع. وش هو سبة التطبيع؟ بصراحه ما راني فاهم والو، ما فهمت اش هي. المهم القدس لنا، القدس لنا. نعم. جلال، عندك حبيت تقول له حاجه سي سعد الدين؟ انا مسلم وكتف في هذه. تفضل الله السي جلال. وكنحبو مزيان السي جلال، كنشوفك في التلفزيون. هاك تتبلى فيا وين تعرفني؟ وانا عرفك مزيان. سي سعد الدين، انت عندكم هنايا ما حتى حنا في الجزائر كاين احزاب اسلاميه. ولكن اتهموكم بالخيانه، واتهموكم بانكم بعتوا القضيه وكذا. ما بعنا ما شرينا. سي عقلي ما عندك حتى سؤال. ما يدخلش واحد في السياسه. والو ما يدخلش واحد في السياسه. انا باين لي بلي العثماني راه يلعب في الغميضه. القضيه الفلسطينيه وقضيه مهمه،
راح نديروا بيانات لكتابه التنديد. التطبيع إبادة وطنية يا سي العثماني، هذه كتبتها قبل سنوات في مقال. انت ما كتبت انه تطبيع. فهمتنيش. نعم. وين قريتيها؟ باش تكذب على المغاربه، باش وين قريتيها؟ قريناها يا سي العثماني. اذا سي سعد الدين نروحوا نشوفوا فيديو فقط ونعاودوا نوليو لك. وأرواحكم عنا جميعا مجرمون يتعاونون مع المجرمين. اذا سي سعد الدين هرب، سي سعد الدين هرب بعد بثنا لهذا الفيديو كيف كان سابقا يقول في 2008 كان ربما خلينا نقولوا احنا يجرح ويشتم حتى كل المطبعين، ولكن في الاخير راح وقعد في طاوله واحده مع الصهاينه وطبع من اجل اغتيال اطفال فلسطين واغتيال نساء فلسطين ورجال فلسطين.